لها على الإطلاق. وليس هذا من باب التملق يا أولادي كما ظن بعض أحبابنا حين دعونا في صلاة العيد للمحافظ بأنه قد وقع زلزال، وقالوا ازاي الشيخ يدعو. الله، إذا كان النبي قد أعطى قميصه لعبد الله بن أبي رأس النفاق ليكفن فيه واستغفر له أكثر من 70 مرة، فلا ينبغي يا إخوانا أن نتعامل مع الأمور بهذا الفهم المنغلق، بهذا الفهم المنغلق. كما جاءني شاب وقال كيف يقدم للمصحف للقرآن الكريم فلان الفلاني؟ قلت له من فلان هذا؟ قال هذا ممثل بس صوته قوي. ازاي يقدم مقدمة المصحف الشيخ فلان؟ قلت سبحان الله يا أخي، والراجل ده مسلم؟ قال مسلم بس ممثل. قلت له طب وده عاصي يعني؟ قال قلت له يجوز له أن يقرأ القرآن؟ قال يقرأ. قلت له طب يقرأ القرآن ولا يقدم له؟ ليه؟ ايه الخطأ؟ فمش عاوزين نتعامل بهذا الانغلاق وبهذا الفهم الضيق، وبعدين تختزل كل الأقوال وكل الآراء لرأيك أنت ولقولك أنت، وتتصور أنك وحدك اللي على الحق والشيخ على باطل وعاوز منصب وزاري خلاص ما عملناش الاسطوانات دي. ده علم وده أدلة شرعية، وينبغي يا إخواننا أن نعلم أن ليس كل ما يعرف يقال. خاطبوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يا ولاد خلي بالكم التأصيل ده مش من عندنا، ده كلام سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن مسعود والأثران في مقدمة صحيح مسلم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني صار تبقى جالس في مجلس يدخل عليك رجل مسؤول مثلا وتسلم عليه وانت قاعد. هذا تعمله معايا أنا، تعمله مع الشيخ أستاذك الذي يستوعب الحكم الشرعي اللي مش هيزعل. الله، وبعدين الأمر في السعة. العلماء لهم 4 أقوال في القيام للقادم للمصافحة، 4 أقوال، ومنهم من ذكر 5 أقوال. ليه بتاخد قول ويبقى هو ده الدين وهو الركن وهو الفرض وتعمل مشكلة؟ ليه احنا كده ما بنبيعش الدين، لا نبيع الدين اطلاقا، وإنما نريد أن نقدم الصورة الحقيقية للدين بما لا نميع به منهجنا أبدا. وأنا قلت زمان من أكبر الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها كدعاة وطلبة علم أننا جاملنا بعض طلبة العلم على حساب المنهج حتى لا ينفض عنا الطلبة، وهذا من أكبر الأخطاء التي وقع فيها بعض العلماء وبعض المشايخ وبعض الدعاة. بل يجب على العالم الرباني أن يطرح ما يدين به لله عز وجل، وأن لا يكون في قلبه أحد قط من الخلق، وإنما لا يراقب بقوله إلا ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أنا قبل ما أسافر من السعودية إلى مصر بعد ما اشتغلت فترة يعني وشرفني الله بخدمة بيت من بيوت الله، المهم يعني قبل ما أرجع وكان مطلوب مني أرجع في وقت سريع جدا، فقلت أول شيء أعمل إيه؟ فكرت في أمرين. الأمر الأول قلت ألحق بسرعة أعمل عمرة، فلم يقدر الله لي لسبب أو لآخر. المهم قلت طيب يبقى الأمر الثاني أروح لشيخنا بقى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فطلعت جري على الشيخ، قلت له يا شيخنا قدر الله ما شاء فعل، وضع كذا كذا، وأنا سأسافر غدا إلى مصر إن شاء الله تعالى، وأصريت إن قبل ما أسافر أجل حضرتك عشان تنصحني أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ والله يا إخواني الشيخ قال لي كلمات أنا أعجب إلى هذه اللحظة كيف تكلم الشيخ بهذا، وكيف بذل الشيخ لي هذه النصيحة التي لم تخطر لي أنا شخصيا على بال. تصور الشيخ قال لي إيه؟ وتصور هيقول لي خلي بالك من الدعوة، وانتبه مثلا لطلب العلم، وإياك أن تفرط، وكن حكيما، كن رحيما، إلى آخر هذه الوصايا. وإذ بالشيخ يقول لي، سكت كثيرا، وضع وجهه في الأرض متأثرا، ثم نظر إلي وقال أسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت. وهذه دعوة يعني إن شاء الله ظني أن الله قد استجابها من شيخنا المبارك الرباني. قال أسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت. اسمع اللي جاي بقى نصيحة، ونصيحتي لك من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيده.
فهمت دي؟ أنا يا مولانا الله يسترها. فهمتها دي؟ من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيده، خليه على الحياد، ما تخلوش عدوا لك، ما تخلوش عدوا للدعوة، ما تكثرش من أعداء الدعوة. شايف نصيحة العالم، شايف وصية العالم، فحيده، فما تكتروش أعداء الدعوة يا شباب. هو أنا لازم أبقى عنترة بن شداد فارد صدري وقابل الفتن؟ لا، ده غلط، ده غلط. ما حدش قال كده، ما حدش قال ان انا اواجه الفتن. لا، ده نبعد عن الفتن، ده بامر النبي، بامر ان انا ابعد عن الفتن. هتقول لي معاك دليل؟ وانا قلت لك، مش انا قلت لك ما فيش كلمه بقولها بدون دليل بفضل الله اطلاقا، ولازم يكون ليا فيها سلف. انما انا من نفسي كده وانا عامل فيها ابو العريف ولا ايه؟ لا، ده انا عارف قدري كويس جدا. انا بلتقط فقط بس من اهل العلم، وبقدم لكم أقوال العلماء، إنما والله ما اعتبرت نفسي عالما ولو للحظة واحدة، والله لا أقولها على سبيل التواضع ولا على سبيل هضم النفس ولا الكلام ده كله. سيبك من الكلام الفاضي ده، كل واحد لازم يعرف قدره. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. أما تقعد، ما تقعد وخلاص، ما انت في الفتن والغرقانين في الفتن. لازم تقف وتبين راسك عشان الفتن تطير رقبتك. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. شايف ترتيب النبي ده؟ القاعد فيها خير من القائم، يعني مجرد اللحظات والثواني اللي هقعد فيها تأمنني من الفتنة بقدر الوقت ما بين القيام والقعود. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. اسمع اللي جاي: ومن تشرف لها تستشرف، هتطير رقبته، هتهلكه. تشرف يعني ايه؟ يعني تعرض لها، جاء من الشرفة، الشرفة اللي هي البلكونة، شيء عالي، يرفع نفسه كده ويظهر نفسه الفتن، هتهلكه. ومن تشرف لها تستشرف. اسمع النبي بيقول لك ايه: فمن وجد ملجأ أو معاذا، يعني مكان يتعوذ به، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ به، الجأ إليه، تعوذ به، اعتصم بالله، ثم بالقرآن، ثم بمجلس العلم، ثم بالعلماء، ثم ابعد. الاعتصام هو التمسك بالشيء والاعتماد عليه والالتجاء إليه. والله جل وعلا يقول: ما اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، والحبل هو القرآن، وقال: هو جماعة المسلمين، عبد الله بن مسعود، وقال يعني الطاعة، امتثال الطاعة، يعني تأويلات كثيرة لعلمائنا في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله. الشاهد يا أحبابي إن احنا ينبغي ألا نكثر أعداء الدين، ولا ينبغي أن نعرض أنفسنا للفتن، وإنما يجب علينا أن نكون حكماء، وأن نبين الحق بأدب وحكمة ورحمة، وأن ندعو الله عز وجل لمن حاد عن الحق أن يدله إليه وأن يرده إليه، لأن احنا لسنا قضاة ولسنا يعني جبابرة، إنما نحن لا نملك فقط إلا أن نبلغ عن الله بحق وأدب وتواضع. أما هداية التوفيق فلا أملكها أنا، فضلا عن أنه لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا أن يملكها مثلي، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دي هداية الدلالة، إنما إنك لا تهدي من أحببت، دي هداية التوفيق. فالهداية المنفية هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. واضح إخواني؟ يبقى دي مسألة أرجو الله أن احنا يعني نفهم هذا الأمر، وما نعملش بسببه على الإطلاق أي فتنة في بلادنا أو في أي مكان آخر، ولا على الإنترنت ولا على الجرائد ولا المجلات ولا المساجد.